السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. وما تنساوش خاصكم في واحد اللايك وتعليق، واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل من هو جديد. واهلا ومرحبا بكم، مرحبا 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 في هذا الفيديو. وفين وصلوا الزيتون وشنو كيدير وشكون عدو واش ركب واش دار. اجيو معايا باش تعرفوا التفاصيل كامله مكموله. مرحبا بكم، اجيو معايا. كيف ما كتشوفوا معايا الحباب ديالي، هذا راه هو الشريج ديال الماء. ركبنا ليه هذيك الميكا الكحله اللي كتشوفوا، حطينا فوق منه هذوك البريكات، بغى حتى ياخذ هذيك الميكا اللي كتكولا ما نعرف، المهم كتركب. ما قلت لكم انا ما كنعرفش هادشي الفلاحه اللي ما كيقول لي مولطار. كتركب كتصايب وكتركب في الشارج، كتغلف بها الشارج وغادي نحيدو هادي كيف ما لاحظتوا معايا الشارج راه عامر الحيط ديالو ما وكيقطر من واحد الروبيني. هادي لقينا هذيك الميكا متقوبه فيها 3 ديال الثقبات. دعيتك الله يا مول الميكا، بعتيها ليا هكاك ما عرفتش 12,000 ريال باش خديتها. قولبني فيها لقيتها متقوبه 3 ديال الثقبات ومكويه بالكارو اللي كيكمي. المهم شي واحد كان يكمي لي حداها ودار الكارو، كنأكد عليه ما تعطينيش اخويا الميكا متقوبه. الله يرحم لك الوالدين، عطيني ميكا صحيحه راني باغي ندير الشريج ديال الماء. قال لي لا صافي كوني هانيه، غنعطيك ميكا مخيره، ميكا مزيانه، كوني هانيه ما غاديش تكثر لك نهائيا. ورغم ذلك درناها وصايبها من الدار قادها، ولكن لقيناها كتسيح متقوبه. عرفتي تصوري فاش عمر الشارج في ظرف ما عاد 2 ولا 3 رجع خويا الشارج ما بقى فيه والو. ما فهمتش، ما عرفتش، بحال ما حد الشارج باقي جديد. ديك البصلانه قال لي المعلم راه باقي البصلانه كتشرب في الماء، حد الماء كيطيح هو كتشرب، ولكن واحد الروبيني دايز. اش غنقول لك، راه بحال حالينه. ما علينا. مسامح كريم مول الميكا، مسامح كريم مسامح كريم مسامح كريم. هنايا كما لاحظتوا معايا مول الدار كيسرح في الخيوطه، في هذوك التيوات ديال كوتاكوت، وغادي يبدا يركب فيهم. هو مسكين ضارب تماره واحد البوط، الله يسمح لي منه، واحد البوط والله الا اش غنقول لك، رجلو ما تشوفيهمش، طابوا ليه بالبوط. هو تابع مسكين، تا هو راه تابع كيصايب، هو اللي ركب الكوتاكوت بيدو. هو عنده مع شي الفلاحه، انا ما عنديش. كيركب في الكوتاكوت والخدامه راهما خدامين اختي كيغرسوا. يلاه كيف بداو خدامين كيغرسوا في الزيتون. وراه غادي كانوا كيفطروا، جات لهم فطور حطيتو لهم، راه مازال ما فطروش باقيين جالسين. راه لحت لكم وقال الفيديو الاول. ايوا هنا اختي راهما كيغرسوا، غادي نغرسوا لينا الزويتينات ديالنا. وما نقولش لكم واخا صغيور داك الزيتون ملي تحط في الارض ولا كيبان غزال تبارك الله. ومازال غندير لكم عليه واحد الفيديو. هاد الفيديو يلاه كنمونطي فيه وكنصايب فيه، ولكن ملي مشيت عند الزيتون البارح عرفتي لقيتو ما شاء الله كله شد كله خضار كله تبارك الله وصل عن بي من داكشي. هنايا الخدامه راهم جالسين اختي كيسيرين كيغرسوا. اجيو معايا نوريكم كيفاش كيديروا الغرسه. شوفوا الغرسه قداش غير صغيره، وغنوريكم كيفاش كيديروا الغرسه، وغنوريكم من الدار كيصايب في الكوتاكوت. كلشي غنوريه لكم، ما غنلم عليكم كما وعدتكم، ما غنلم عليكم حتى شي حاجه. وتقول واش غنلم شي حاجه، كيف ما كنحط كيف ما كندير فيديو كنحطوا لكم، ما كنقص ما كنزيد، ما كنداش نخطف بريكولي فيه قاد فيه من هنا نصايب فيه من. وقسما بالله الا كما كنصوروا كنحطوا لكم كما هو كيتصور كيتحط. هنايا مول الدار راك عرفتي اش كيدير، كيشد القنبه، كيعبر مترونس من عند القنبه فين معقوده للجهه الاخرى، كيبقى يعبر وكيحول لهم القنبه وهما كيتبعوا. دابا القنبه مطراسيه دايره بحال الكروه. كيف ما قلت لكم كيطراسي بالقنبه وكيحط الغرسه في داك القنته ديال القنبه، بحال قلتي كيدير واحد القنيته بالقنبه وقنبه، كيحط الغرسه في جنبه باش كيجي داك الشيء لاصق. انتما دابا الغرسه راه تحط. شوف شتي القنبه راه هاد سميتها قنبه غادي يكون كروه، كيجي في القنته ديال الكروه وكيحط الغرسه، كيحط الزيتون. صافي غيبقاو غادي بحال هكا بنفس الطريقه. ها نتوما شوفوا كيفاش شنو كيدير ليها. راه هي القنبه مطراسيه، قنبه هكا وقنبه هكا، كيحط زيتونه، كيحط شويه ديال
سميتو ديال المزير لتحت، كيرد عليه واحد شويه التراب، كيحط زيتونه كما قلت لكم طراسيه بالقنبه بحال هذاك الشكل هذا، صافي كيدير الدم عليها وكيعفط عليها واحد شويه، ومول الدار دايز من موراهم كيطلق لهم في الكوتاكوت في الماء. شو ها انت هنايا غادي يرد التراب، غيورك عليه يعفط عليه واحد شويه باش يدك صافي وكيحيد عادي. ها انتو شوف صافي غيبقى بحال هكا حتى غيبدا مع الجويه كاملين ديال التراب، كيدور على داك التراب اللي كانوا حافرين كيرد فيه. صافي هنا راه غادي يبقى غادي عادي غرس كلشي، نتبعو هاد الغرس كامل. وهنا شوفوا ها هو مرحبا ثاني مقرب، شوفوا كيفاش شنو غيدير ليها. شوفوا دابا راه كيعبر ما بين القنبه والقنبه مترو اونس، دابا حيت هاد الاربوكينه كتبغي مترو اونس ما بين الغرسه والغرسه. شوفوا كيفاش كتصوري داك الصف ديال الزيتون فين ما صديتي كيمشي معاك الصف غادي مغيز، يعني من داك الشيء غادي هو هذاك في بلاصه، يعني الزيتونه كتحط في بلاصتها. صافي خدامه راه غاديين تابعين في شغلهم تبارك الله عليهم، والله الا دايزين. تصوري في نهار واحد غرسوا شحال 400 غرسه تبارك الله، 400 غرسه اللي حطوا في ظرف نهار من سميتو من 8 الصباح ل 4 ونص العشيه غرسوا 400 غرسه. وتبارك الله راه صعيب باش تغرس، راه ماشي ساهله باش تبقى غادي تابع العتله نهار كامل وتحاضر راسك. اول حاجه الظهر كيمشيو الله يسمح ليا منهم كيمشيو مكرفصين. هنايا راه سميتو حيت حيدت الصوت الاصلي ديال الفيديو. هنا كنت كنسول في مول كيفاش كدير القنبه، وبقى كيشرح ليا قالك القنبه هي اللي كتجيب العبار لاصق ديال الزيتون، كتجيب العبار مقاد ديال الزيتون، ما كتخليش الزيتونه تحط عوجه، كتجي الزيتونه هي هذيك. شوف شي كتجي متلته. ها هو مزير اللي قلت لكم كيحطوه تحت الغرسه، عاد كيردوا عليه شويه التراب وصافي وكيغرسوا الغرسه من الفوق كما قلت لكم في اول الفيديو. هذه غير واحد الحفره جيت فيها محطوط فيها التراب وانا نصورها لكم. صافي هنا راه عادي، راه غيبقاو بنفس الطريقه حتى كيكملوا الغرس. ومازال غنزيد مضطر غنشرح لكم بالتفاصيل وبالضبط اشنو دار، نهضر معاه باش يحط لكم كلشي. وهنا كنقول لكم باي باي والى فيديو اخر ان شاء الله. دوزو بخير، ما تنساوش خاصكم في لايك وتعليق.